تخيل ان انا كنت بلاعب فريق قيمته التسويقيه فوق 300 مليون يورو، وانا قيمتي التسويقيه ما تجيبش تلت القيمه التسويقيه بتاعت الفريق ده، وتعادل معاه 4-4 وكان في ايدك 7 و10، وفي الاخر يطلع يقول لك ايه؟ ده الاهلي طلع حصاله. اللي بيقول كده يا جدعان واحد براس بخاخه من كوكب 100 عقبه، هم كلهم براسات بخاخه. وعايز اقول لك على حاجه كمان، دول بيبقى عندهم استباحس، الاستباحس ده بيبقى الحجاب الحاجز اعلى من قفاهم، فكل ما بيشوفوا حمار في الشارع بيقولوا عليها اخويا. ولكن بعيد بقى عن القصه ديت، انا برضو عايز اقول لهم على نقطه كده معلومه ليهم يعني. انا اجي اخد افريقيا يقول لك اصل الكواليتي بتاع الاهلي عالي، اجي اكسبه في ماتش يقول لك يا عم شوف فرق الكواليتي بتاعك وانا فرق الكواليتي بتاعي وانا عندي لعيبه. يعني انت بتعترف بالجوده وفرق الكواليتي اهو لما بكون بلعبك او لما بكون بلعب في افريقيا. امال لما بلاعب فرق القيمه التسويقيه بيني وبينهم المساحه دي كلها، انت بتطلع تقول لك ما انت عندك كل المقومات، انت ازاي ما كسبتش وانت ازاي مش عارف ايه. ازدواجيه في المعايير يا جدعان. عايز اقول لك ان الازدواجيه ديت لو بياخدها البوس كان زمانه دلوقتي خف من السخونيه اللي عنده. فانا بالنسبه لي يا جدعان، بس سيبك بقى من القصه دي، انا عايز اتكلم في حاجه تانية خالص. الناس اللي هي عماله تنتقد الاهلي وانا اول واحد منهم، عايز اقول لك على حاجه. انا بالنسبه لي كنت بلاعب فرقه، الثلاث فرق القيمه التسويقيه بتاع الثلاث فرق، انا قيمتي التسويقيه ما تجيش تلت فرقه من الثلاث فرق دول. يعني انت لو بتتكلم على فرق الكواليتي تمام. ولكن انا لعبت 270 دقيقه، 270 دقيقه يعني ثلاث ماتشات، انا لعبت منهم 180 دقيقه على اعلى مستوى. يعني 45 دقيقه قدام انتر ميامي انا كنت اكسبه واجيب فيه 6 جوان الشوط الاول، ده غير ان انا ضيعت ضربه جزاء كمان. انت فاهمني؟ ضربه جزاء كمان ضاعت. الماتش الثاني بتاع بالميراس، انا الشوط الاول كنت احلى منه بكتير جدا، هو الشوط الثاني كان احلى بكتير جدا. انا لو كان عندي دفاع والبدني بتاعي ما وقعش كان زماني دلوقتي معدي الماتش في المجموعه دي. الماتش الثالث طبعا زي ما احنا شفناه. ولكن يا جدعان ماتش بالميراس وماتش انتر ميامي، انا عايز اقول لك ان الماتش ده لو احنا كان دفاعنا كويس بس كان زمان دلوقتي عدينا المجموعه. لو كان في شويه تركيز كان زماننا عدينا المجموعه. لو انا كنت بقف على رجلي بدني الشوط الثاني كان زماني عديت المجموعه. ولكن هي القصه كلها في فرق الكواليتي زي ما انت بتقول، ديت ناس شغاله على نفسها بدني جامد جدا، وطبعا عشان فرق الكواليتي وفرق القيمه التسويقيه و ولكن برضو سيبك من كل ده، انا برضو ضيعت من ايدي فرصه الصعود، لان كره ضربه الجزاء بتاعه تريزيجيه لو كانت جت كان زماني دلوقتي صاعد اول مجموعه بالنتائج بتاعه المجموعه دي. كان زماني صاعد اول مجموعه 6 نقط، والفرقتين التانيين اتعادلوا بقوا 5. او لو حتى فرقه منهم كانت هتكسب كنت هصعد على الاقل تاني، ما عنديش مشكله. ولكن كنت كده كده صاعد لو كانت بس ضربه الجزاء بتاعه تريزيجيه جت، وكنت بقى تغاضيت عن الدفاع ومش عارف ايه والكلام ده، كنتش هتكلم عن الكلام ده خالص. انت فاهمني؟ بس انت لما تيجي تتكلم مع واحد براس بخاخه اللي هو من المنافسين، يجي يقول لك ده مش عارف ايه والاهلي، وما اتكلمش على فرق الكواليتي، مع انه نفس الكلام ده بيتكلموا معايا لما اكون بلعبه. الاقي اكسبه يقول لك ايه فرق الكواليتي؟ يا عم ما انت معاك لعيبه وانا ما عنديش لعيبه، يا عم ما انت مش عارف فالقصه يا جدعان صعبه عند الناس دي، اقسم بالله القصه عند الناس ديت صعبه صعبه. تخيل ان انا من 270 دقيقه عملت 180 دقيقه على اعلى مستوى، وانا عايز اقول لك بالنسبه لي القيمه التسويقيه ما تجيش تلت القيمه التسويقيه في اي فرقه في المجموعه معايا، ويطلع يقول لك الاهلي طلع مش عارف ايه. بنفس المنطق بتاعك بقى كده بقى يبقى الفرق الاوروبيه التانيه دي طلعت حصاله. يعني هو اتلتيكو مثلا طلع حصاله، الفرق دي طلعت حصاله يا ابني؟ ما هو كل دول طلعوا من المجموعه حبيبي. سلامه معتوه.